رجعنا لحضراتكم مرة تانية واستوديو الهواء معنا ومعكم على الهواء مباشرة مهندس أحمد الغمري رئيس قطاع الإضاءة العامة بالإسكندرية، وفي إطار جهود قطاع الإضاءة العامة بالإسكندرية لتوفير الإنارة اللازمة. بنرحب بسيادتك، أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. خليني في البداية أتكلم عن قبل أي حاجة، احنا لنا استفسارات. تحت أمرك. الامر لله. استفساراتنا هتكون خاصة طبعا لخدمة المواطن ونعرف ايه خطة حضراتكم وكده، ولكن في البداية مشاريع حضراتكم لإنارة مدينة الإسكندرية. هنبدأ نتكلم بالتفصيل بقى عن الحتت اللي احنا محتاجينها واللمبة الموفرة الليد والكلام ده واحدة واحدة، وطريق برج العرب وكل الحاجات اللي السادة المشاهدين محتاجين ان هم يستفسروا عنها. أنا مستعد لأي استفسار. ناجح باذن الله ان شاء الله. باشمهندس، اول حاجه اهم المشاريع المستقبليه لاناره مدينه الاسكندريه، وزي ما تعلم حضرتك ان السيد المحافظ امر بالكورنيش، فاحنا عايزين الخطه كلها بوجه عام. هو الحمد لله الاسبوع اللي فات سيادة المحافظ شكل لجنة عشان نراجع طريق كورنيش من اول المنتزه لحد جمرك او لحد راس التين. لقينا 250 عمود غير موجودين نتيجة الحوادث، فكلف احدى الشركات بزراعة الاعمدة ديت وانارتها عن طريق الادارة العامة للورش والمشروعات وليس شركة الكهرباء. فاصبح دلوقتي الموضوع في ايد ادارة الورش والمشروعات بالمحافظة بالتعاون مع احدى الشركات. يعني هم اللي هيتولوا امر اعادة بناء وزرع هذه الاعمدة وتغذية كابلاتها وانارتها، لان طبعا 250 عمود يعني بيمثلوا 7 كيلو ونص ضلمة طبعا، وده السبب الرئيسي ان كورنيش حالته فعلا محتاجة نفس الموضوع كده. هي فعلا محتاجين فعلا على جميع المستويات. ده كده بالنسبة للكورنيش. في خبر برضو كويس ان شاء الله الاسبوع القادم او يمكن بداية نص الاسبوع ده على يوم الثلاثاء، يعني خلال يومين ثلاثة هيبدأ العمل في تغيير الاعمدة من اول باب شرقي من اول كلية الهندسة لحد محطة الوزارة بكشافات واعمدة جديدة ليد زي اللي في باب شرقي بالظبط. طيب نتكلم عن الليد دي، هل هي موفرة؟ وهل فعلا التقنية بتاعتها بتختلف عن اللمبة العادية اللي كانت بتستخدم قبل كده؟ طبعا لها مميزات كتيرة. اول حاجة ان هي بترشد في الطاقة، بتعمل تخفيض حوالي 75%. كويس عن اللمبة يعني المناظرة لها اللي هي المهاجة. كويس. عمرها الافتراضي اطول بكتير، يعني احنا كشركة كهرباء بندي ضمان 2 على كل لمبة، وبعدين عاملين نظام جميل ان احنا بنقسط بدون اي مقدم، بنقسط لحد 10 لمض على 20 شهر سعر اللمبة. يعني ممكن اي مواطن بفاتورة الكهرباء ينزل يروح اقرب فرع ليه، اقرب فرع لشركة الكهرباء، مش لازم فرع اللي هو تبعه، لا اقرب فرع لعمله لبيته لاصدقائه، ويخش الفرع مع فاتوره مع اي كعب كهرباء او ايصال كهرباء بيقدمه، بياخد بالبطاقه الشخصيه بتاعته او الرقم القومي، بياخد اي عدد من اللمبات في حدود 10 لحد 10 لمبات، ما بيدفعش ولا مليم، وبيتخصم منه على الفاتوره بتاعته بتاعت الكهرباء جنيه على كل لمبه. ده خبر هايل ان شاء الله، علشان يوفر كهرباء في بيته. عشان يوفر كهرباء في بيته. يبقى اذا سيادة المواطن ما عليك سوى الاتجاه لاقرب فرع شركة كهرباء قريب منك بالكعب. انا بعيد الكلام تاني عشان انا مهم قوي بالنسبة لي توفير الكهرباء. تروح وتاخد كعب الكهرباء او كعب الفاتورة، وتروح بيها تاخد عدد اللمض اللي انت عايزها الليد عشان توفر في فاتورتك المستقبليه، ومش هتدفع ولا حاجة، مجرد ان هذا هيقسط على الفواتير المستقبليه وهيتكتب في الفاتورة، مش كده؟ هيتكتب في الفاتورة طبعا. طيب وعلى 20 شهر تقسيط. يعني انا مش هتكلم في التقنية بقى وعدد الكيلوات اللي ممكن توفرها على مستوى المنزل، انا محتاجة اتكلم على من 9 شهور واحنا عندنا مشكلة على الطريق الصحراوي. الانارة الكاملة، خليني اكون محددة، اكتر من 100 عمود تقريبا غير مضي. فعلا. احنا الحمد لله تسلمنا المشروع بتاع الطريق الصحراوي من القوات المسلحة بعد ما قامت الإدارة العامة للمشروعات والورش بالمحافظة بإسناد هذا المشروع لإحدى شركات القطاع الخاص. كانت عملت 450 عمود
معظمهم تالفين. كويس. بعد كده اسندوا لنا بقيه العمل. كل طب معلش في الحته دي، ازاي اسلم شغل وامضي استلامه وهو غير مطابق للمواصفات؟ لا انا بالنسبه لي انت دي مش خدت من الصفر، خدت الجزء اللي لسه ما عملوش فيه حاجه. يعني انا ما خدتش شغل غيري، خدت شغل جديد. هو عدد الاعمده المفروض في الطريق الصحراوي 1800 عمود، انا اسند الي 1300 عمود. لحد دلوقتي خلصت حوالي 1210، باقي لي 90 عمود عند الكوبري العمريه لسه بيكملوا بعض الحاجات وانا هكملهم. لكن بقى ال 500 اللي هم اتعملوا، هم ما اتعملوش 500، هم اتعملوا اقل من 500، عملوا حوالي 400 450 حاجه زي كده. فيهم اعمده مايله، فيهم اعمده غير صالحه، ودول بيسببوا المنظر السيء اللي في الصحراوي. طبعا كليه الهندسه جت وعينت الاعمده دي وقالت حوالي 100 عمود او 150 عمود لازم يتشالوا ويتحط اعمده مكانهم. المقاول ده رفع قضيه على المحافظه، فطبعا لما في قضيه شغاله يبقى الوضع على ما هو عليه، لقينا الحكم بتاع المحكمه. كويس. فعشان كده ما حدش قادر من المحافظه يدينا قرار شيلوا الاعمده التالفه ديت وحطوا اعمده جديده ونقدر ننور الطريق. دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى، في بعض الحوادث حصلت، عربيات دخلت في اعمده واتعمل لها محاضر، في حوالي 80 عمود تانيين برضو ضربهم. ولما بيتضرب العمود مش بيفصل العمود نفسه الاضاءه بتاعته، لا ده ممكن ياخد عمود قبله وعمود بعده حسب الضربه، لان الكابل ساعات بيتلف، بيبقى الشبكه موصله لبعضها. فالتلف بتاع الكابل ممكن يعمل مشاكل في اللي قبله واللي بعده كمان. فبالتالي في بقع مظلمه. احنا عملنا مذكره بال80 عمود دولي، وجات لجنه من المحافظه وعينت الكلام ده وقالت فعلا لازم يتغيروا، بس التغيير هيكون على حساب مين؟ بعتوا لنا جواب على حساب هيئه الطرق، واحنا بعتنا لهيئه الطرق لحد دلوقتي ما حدش رد. ما هي دي المشكله يا باشمهندس، خليني اكون صريحه معاك. انا مش حاسس ان احنا بنقول زي بالظبط ايه، البقال عايز عيش والعيش عند الخباز والخباز عايز دقيق. يعني هل المنظومه هتمشي بالشكل ده؟ وسياده الرئيس قال المشاريع، خصوصا المشاريع الكبيره والمشاريع اللي فيها بنيه تحتيه زي المشاريع اللي فيها كهرباء دي، اكد عليها سيادته وقال انا عايز في اقصر وقت ممكن. يعني ايه بس انا كشركه كهرباء يعني قال لي يعني كل ليفت ب 1300 عمود. كويس. عملتهم وسلمتهم تمام. انت كمسؤوليتك قمت بيه على اكمل وجه. خلاص تمام. انا بقى دلوقتي بعد ما سلمت جت عربيه ضربت عمود، مين المسؤول ان هو يصلح الكلام ده؟ هل انا؟ وتبقى المشكله الاساسيه المشروع يتم، ولكن الصيانه، شركات الصيانه لحد دلوقتي كان المفروض يعملوا معانا عقد صيانه كشركه كهرباء، طبعا ما عملش لحد دلوقتي. فانا دلوقتي في ضمان المشروع، يعني انا في فتره ضمان بديها لهم سنه، الفتره الضمان شغاله، بس دلوقتي الحوادث اللي بتحصل دي على حساب مين؟ هل دي داخله في الضمان؟ لا طبعا المفروض اجراء عقود صيانه على هذه المشاريع. وزي ما بقول في امريكا وفي اوروبا اهم حاجه بالنسبه لهم مش المنشاه اللي بيبنوها مثلا، اهم حاجه الشركات اللي تتولى صيانه هذه المنشاه الحكوميه او المؤسسه التابعه للدوله. عشان كده لما بتخش اي مكان في ناس تقدر تكلمها، تلاقي المباني بتتغسل كل 6 شهور على الصيف على الشتاء، الحاجه هناك كلها بتلمع. يبقى احنا بنبني ونعمل حاجه كويسه بس ما بنعملش حاجه اسمها صيانه. انا بقترح ان هيئه الطرق تبتدي تخاطبنا ان احنا نصلح الاعمده ديت، او هي تصلحها بنفسها. كويس. عشان نرجع الرونق بتاع الطريق الصحراوي. احنا عملنا مجهود جميل في الطريق الصحراوي وقعدت 3 اشهر في منتهى الشياكه. طب ما برضه نكمل واي مسؤول من هيئه الطرق يتفضل يخاطبنا، يا اما هم يصلحوا الكلام ده يا اما يسندوا لنا الاصلاح، وانا في خلال اقل من اسبوع ارجع الطريق الصحراوي زي ما هو، مفيش مشكله خالص. يبقى اذا يبقى الحال ان احنا ننادي هيئه الطرق والكباري، وبعدين مش عن طريق المحافظه، لان التعاقد ما بين المحافظه وما بين هيئه الطرق. يبقى سياده المحافظ اللي ادانا هذا الامر، المفروض سياده المحافظ يتوجه بامر مباشر لهيئه الطرق والكباري باسم، يا هي تعمل الكلام ده يا تسنده لشركه الكهرباء بموجب عقد صيانه على اساس يرجع الطريق الصحراوي تبقى 5 سنين. ليه؟ علشان لما يحصل مشكله في مثلا في كام عمود وما تمش اصلاحهم، ارجع هنا بقى للشركه سواء هيئه الطرق والكباري
او ارجع لشركة الكهرباء. انا معلش الموضوع ده مهم قوي لانه بيتسبب في حوادث كتيرة على الهاي واي وبتبقى مشكلة كبيرة جدا. طيب الاعمدة المايلة والقايلة للسقوط برضو نفس الكلام اللي احنا قلنا عليه. نفس الكلام. طيب هنرجع مرة تانية والتخصص بقى في اسكندرية نفسها، طريق المحور اللي هو المؤدي لحد برج العرب. خليني اقول احقاقا للحق، من الكيلو 21 لحد 34 الدنيا زي الفل. لا من اول الطريق لحد 21 الدنيا زي الفل. صح كده. ومن 21 للكيلو 34 ظلام دامس فعلا. شركة الكهرباء كلفت بالعمل من اول اسكندرية لحد الكيلو 21. عملتوا اللي عليكم. لا، وعملنا حاجة تانية. الاعمدة كانت بتتحط في النص، لما بتتحط في النص اي عربية بتصطدم فيها. احنا بقى عملنا الاعمدة ورا الصدادات اللي معمولة على الطريق يمين وشمال، فاصبح الاعمدة بتاعتنا محمية بايه؟ بالصدادات الخرسانية المحطوطة. فما فيش ولا عمود حصل له اي حاجة، مظبوطين وتمشي في الطريق من يا ريت الفكرة دي تعمم على الصحراء. من اول بتاع ده، من اول الاسكندرية طريق الحراسات لحد الكيلو 21 مفيش مشكلة عندنا خالص. ده الطريق اللي انا استلمته. طب من الكيلو 21 ل 34 نفس الشركة اللي هي خدت الطريق الصحراوي وعملت الاعمدة التالفة هي اللي عملت ديت. انت تاني؟ هم تاني. انت تاني؟ ايه اللي حصل بقى؟ جت كلية الهندسة تشوف الاعمدة ديت، لقيت 75% منها تالف. طب لما يبقى في 75% ايه اللي هيشتغل؟ فالطريق اصبح. وهل في اجراءات قانونية تمت ضد هذه الشركة اللي بتسلم، سامحني يعني يا باشمهندس، اللي بتسلم مشروع دولة ومشروع وطني بتسلمه ناقص او غير مطابق للمواصفات؟ واين المهندس اللي تم ومضي ان هذه الاعمدة تم تركيبها وتمت صيانتها؟ فين ده؟ ما بيتسألش ليه؟ لا للأسف ان ما حدش استلم، والاعمده دي هي دلوقتي يعني بعد احنا خلصنا وما حدش استلم. معلش استلم، لان كل اللي يجي يستلم. ازاي يا باشمهندس؟ ده انا لما باخد شقه جديده بيتعمل حاجه اسمها محضر تسليم، والراجل ما خدش فلوس. خلي بالك اللي عمل الاعمده دي ما خدش فلوس. لا ما تدوش حاجه. ما مش انا يعني المحافظه المفروض ما تدوش حاجه لحد ما يعمل شغله صح. انا بستغرب ليه المحافظه بتدي المقاولين قطاع خاص الشغل؟ مش عارف، وبالامر المباشر. يعني انا مش عارف. المفروض احنا كشركه كهرباء يعني هذا الرجل قطاع عام ملتزمين ان هو ما خدش فلوسه، ورافع قضايا عايز فلوسه. بس كليه الهندسه حسمت الامر، عملت تقرير ان 75% من شغله لا يصلح ولا يتم وخطر اكيد. احنا عندنا جهابذه الاساتذه لدرجه ان 85 عمود من 210 وقعوا. وبعدين الخط اللي في النص ده شبكه هوائيه، فالاعمده شايله السلك، فلما عمود يقع العمود اللي قبله واللي بعده هيبقى السلك مرخي كويس، فيروح واقع رخ. كويس الوضع ازاي؟ فلازم يعني انا بقترح ان الاعمده دي كلها اللي اتحطت ال 210 عمود يتشالوا كويس، ونستفيدوا بيهم في طريق الكورنيش بدل ما يشتروا ال 250 عمود، ياخدوا الاعمده ديت. ما توجهتش حضرتك بالخطه دي لسياده المحافظ؟ والله انا يعني ما حدش طلب مني اي اقتراح، فمش معقول افرض نفسي. لا انا يعني قصدي دي خدمه بلد. انا جيت في مره كان في لقاء مع سياده المحافظ السابق هاني بالمسيري واقترحت الكلام ده. فبعد ما خلصت لقيت سيادته بيتكلم في موضوع تاني وكاني ما اتكلمتش، فمن يوميها ما بحضرش اجتماعات. يعني حسيت ان انا، لكن المحافظ الجديد راجل محترم جدا. انا كنت عضو مجلس محلي ايام هو كان في لسه كنت عمال اتكلم عن المحليات ودورها القادم باذن الله. هو راجل محترم جدا، بس لو طلب يعني اي مناقشه انا تحت امره. يعني اعزم ان انا اقترح ان نعمل نفس اللي احنا عملناه لحد الكيلو 21 لحد الكيلو 34، ونعمل الاعمده ورا الصدادات وعلى الجنبين، فبالتالي هنلغي الحوادث. والاعمده اللي في النص دي نستفيد بيها، مش هنرميها، نحطها فين؟ في طريق الكورنيش. بدل ما هيشتروا اعمده 250 عمود ناخد الاعمده ديت ال 210 عمود اللي المتبقي منهم ونزرعهم فين؟ على الكورنيش. والله يا باشمهندس انا شايفه من كلام حضرتك استنبطت شيء مهم قوي، ان الكره دلوقتي في ملعب المحافظه. في المحافظه. اصل انا اعتبر كمقاول للمحافظه.
انا كشركه كهرباء ماليش الا لا، صيانه فقط، وشركه قطاع عام. صيانه فقط. كويس. يعني هديكي حاجه كده المفروض ما اقولهاش، ان احدى الاحياء نزلت مناقصه من حوالي شهر كده او شهر ونص. المناقصه دي كانت مليون، يعني اقل سعر مليون و500 ومليون ونص. كويس. فانا صديق شخصي لرئيس الحي، كويس، الحي ده، فبيقول لي انا هعيد المناقصه. قلت له ليه؟ قال لي الناس عاملين لي اسعار فوق المليون ونص. قلت له طب ما تتبعت لي نسخه وانا احط لك سعر يمكن يكون السعر اقل شويه. انا اسعاري ثابته، مش بزود وانقص، يعني عندي كل حاجه، يعني ما مسعره زي ما مسعره. عندي لجنه تسعير ما اقدرش ازود مليم ولا انقص مليم. عملتها طلعت مش عارف 920,000، ان هم مش موافقين ياخدوها بمليون ونص. وبيعملوا اعمال زي ما انت شايفه كده. احنا كشركه كهرباء ودينا الحي ده المناقصه ب 900 وشويه. كويس. 900 وشويه من كام؟ من يعني هو كان بيتحايل عليهم حوالي نص مليون جنيه او في حي واحد، 550,000 جنيه مثلا في حي واحد. في حي واحد. تخيلي بقيه الاحياء بقى. وبرضه مصرين القطاع الخاص، ونيجي نستلم نلاقي المشاريع. يعني انا لسه دلوقتي بستلم مشروع في شارع اسمه ايمي شماعه او ايما شماعه في السيوف. كله بايظ. يعني جيت استلم مشروع في برج العرب مفيش حاجه مظبوطه، لدرجه ان انا استدعيت الرقابه بصراحه تيجي تشوف الموضوع. والرقابه فعلا عملت تحقيقاتها، ورغم ان المقاول خد فلوسه وما رضيتش استلمه لان ما فيش مشروع على من تقع المسؤوليه. ما انت لو استلمته هتبقى انت المسؤول عن هذه الاخطاء وتعديلها. فاذا لابد من اثبات حاله، ده قانونا يعني لازم انا اثبت حاله. وكده شكلي هتقتل من المقاولين. والله، لان انا في العجمي كنت بلغت طارق بالمهدي برضه ان في مشروع كان المقاول واخد حق 11 كيلو، انا قسته طلعوا 7 كيلو. فبصراحه ودى النيابه، ولحد دلوقتي الموضوع في النيابه. كويس. واتخصم من المقاول ده حق 4 كيلو. وتخيلي ان الكيلو كابلات كان مش عارف بحوالي 35 جنيه ولا مش عارف 70 جنيه، في حاجات ب 70 وحاجات ب 35. يعني 4 كيلو ما حطهمش، يعني حاجه مش سهله. ايوه. وبرضه اسندوا ليه بقيه الشغل، يعني نفس المقاول ده اسندوا ليه شغل بعد كده بالامر المباشر. انا فاهمه. والموضوع في النيابه. يعني حاجه مش ممكن. يعني الراجل ماثل امام الهيئات القضائيه وبيسند اليه شغل، يبقى هنا علامه استفهام. والله يبقى انا علامه استفهام. وحتى لما يعني وكمان في حاجه بتحصل غريبه، يطلبوا مني سعر، انا سعري ثابت، يروح هو حاطط اقل شويه وواخد الشغل، لان انا ما بقدرش لا انقص ولا ازود. لان في دايما وانا كشركه ربنا يرحمه بقى الكاتب الكاريكاتير الشهير مصطفى حسين، لان في دايما موظف كده في السر كده مسؤول يجي يسرب المناقصات ويقول خلي بالك ده حاطط كذا، يقوم ده داخل حاطط اقل منه عشان ترسي عليه المناقصه، ويحط بقى كابلات اي كلام، يحط فيها حاجات مش مطابقه للمواصفات. ما هو ما فيش رقابه وما فيش كمان صيانه. يبقى اذا احنا قدام منظومة فساد. يبقى لازم الفساد اللي السيد الرئيس قال عليه واشار واومى عليه اكتر من مرة، قال لك منظومة الفساد مش هتخلص في يوم وليلة، بس هتخلص بوجود ناس قلبها على البلد، بوجود ناس بتعمل شغل مطابق للمواصفات. ابو تلات كانت فيها مشكلة صرف صحي. وكان فيها حالة انهيار. صح. هناك لازم نلقي الضوء على جهود شركة كهرباء الإسكندرية، ولازم نبرزها برضه. عملت ايه؟ بالنسبة لأبو تلات يعني مش لوحدها، كذا منطقة برضه عملت فيها نفس القصة. احنا عندنا في التغذية بتاعت الإضاءة، أنا بتكلم على الإضاءة فقط. أيوة. الإضاءة عندنا يا إما كابلات أرضية يا إما شبكة هوائية. والكابلات الأرضية عندي نوعين، يا إما أعمل الكابل دخول خروج على نفس العمود، يعني أجي امشي الكابل وبعد كده اطلعه وادخله في العمود وانزله تاني اكمل تاني واطلع من العمود، مفيش وصلات في الارض. يا اما اعمل حاجه اسمها غرفه تفتيش، وغرفه التفتيش دي قبل العمود بتبقى فيها حوالي حته كده عامله زي البلاعه لها غطا تشال ويتحط الكابل جوه. كويس. ويطلع يكمل برضه عادي واخد التغذيه بتاعت العمود من غرفه التفتيش. يبقى انا دلوقتي ممكن اعمل غرفه تفتيش، الكابل بتاعي وهو ماشي يخش جوه غرفه التفتيش ويطلع
يكمل تاني وانا اقطع من غرفة التفتيش اوصل للعمود ده. وكل عمود لازم ليه غرفة تفتيش. غرف التفتيش دي للاسف في جميع انحاء اسكندرية الحرامية بياخدوا الغطا، يا اما بيكسر لسبب معين، يا اما واحد عايز يسرق كهرباء وعارف ان الكهرباء هنا في الغرفة يروح شايل الغرفة وحاطط السلك بتاعه عشان يسرق، وممكن يحط الغطا وممكن ما يحطوش. في كل الاحوال اصبح الغرف ديت الاغطية بتاعتها مش مظبوطة. يعني ايه مش مظبوطة؟ لو الدنيا شتت ايه اللي يحصل في الغرف ديت؟ ودي كهرباء. واللي جنط السلك او وصل السلك ده ما عندوش ضمير ان هو يحط شرطون سابه عريان، بيسيبه عريان. تبص تلاقي اول ما الميه تنزل يقول لك ايه العمود بيكهرب، يقول لك مثلا الارض بتكهرب، شركه الكهرباء عامله العمود، شركه الكهرباء اللي عامله كده. ما يعرفوش ان طبعا ان في حرامي فتشال الغطا وحط اسلاك انا سمعت ان بيحصل سرقه للكابلات نفسها كمان، او سرق، يعني نفس القصه كده. كويس كده. دي لو كان في غرف تفتيش. ودي كانت مشكله البحر اثناء النوة الكبيره. لقيتي انا رحت فاصل البحر خالص نوره، والناس قال لك انتوا ضلمتوا اسكندريه. احنا ما ضلمناش اسكندريه، احنا خفنا على ايه؟ على الناس بتوع اسكندريه. وبعدين خلي بالك كان مدير الامن اللي اتصل بينا طفي النور، شيل النور خالص، لان الدنيا هتبتدي تتكهرب، لان كمان الجزيره الوسطى بتاعت البحر لان الميه جود كوندكتور في لا ده في جنينه كمان. جنينه في الجنينه اللي هي في النص في الجزيره الوسطى دي اللي هي فيها العواميد. حتى كمان ساعات الجنايني وهو بيرش بيسيب الميه تنزل جوه الغرفه. يعني كمان يعني مش بنلاقيها من الشتاء وبس لا الشتاء وكمان الجنايني بيسقي الزرع، بيسقي الكهرباء كمان، بيسقي الغرفه، غرفه التفتيش. ففي منطقه بامانه اصبحت خطر مميت اللي هي فين؟ عارفه السلسله حضرتك قدام المكتبه؟ الحته دي كلها. فاضطريت اعمل ايه؟ تفصلها طبعا. يا ريت. انا شلت الكابلات كلها رميتها وعملت كابلات جديده دخول خروج. اصبح مفيش حاجه اسمها غرف، عشان الغرفه دي مفيش، خلاص لغيتها. اللي هي المنطقه من اول الشاطبي لحد الازاريطه هتلاقي الاعمده النور كده منور حلو كده وايه وخلاص نور تمام قدام. انما موضوع غرف التفتيش ده ما يمشيش مع حال المصريين. ده غرف التفتيش ده كان موجود فين بقى؟ في ابو تلات. فاول ما الدنيا شتت لقينا الدنيا كهربت، رحنا شلنا كل ابو تلات من الكهرباء. رحنا شلنا الكهرباء خالص. كويس. بعد ما عملت الدنيا خلاص بقى بطلت وبتاع مش عارف ايه. تحصل حاله وفاه ده لو حد قرب بس يا جماعه. ده هو فعلا ده في حصان ارضي. لا كان فعلا في حصان مات بامانه يعني. الحمد لله ان هي جت على حصان. كويس. والسبب ايه؟ واحد كان عامل كشك وسرق كهرباء من الغرفه وموصلها للكشك عشان ينور. ايه الجبروت ده؟ واهم حاجه دي سرقه زي اي سرقه. الحصان وهو معدي اتكعبل في السلك والكهرباء من السلك اللي هو موصله. والله مخلوق حرام. طبعا يقول لك ايه الكهرباء من العمود، يعني زي الباعة الجايلين تروح شايله الغطا بتاع العمود وموصله وبعد كده السلك لامس الحديد يقول لك العمود بيكهرب. عارف حضرتك يا باشمهندس انا سعيده ان انا بعمل مع سيادتك اللقاء ده. ليه؟ لان انا ايام الشتاء وايام السيوله اللي حصلت في اسكندريه كنت على الهوا على طول مع الساده المشاهدين بتلقى بلاغاتهم، وانا كنت برد. وكانوا دايما عندهم حاجه واحده بس بيقولوها لي، احنا بنتكهرب، احنا خايفين ننزل من بيتنا نتكهرب. وانا طبعا كمواطن مش فاهم حاجه بصب جم خطئي على شركه الكهرباء. اقول ازاي يعملوا حاجه غير مطابقه للمواصفات وتكهرب الناس؟ فانا كده اتضحت الصوره ان هناك غرف تفتيش يساء استخدامها من قبل المواطنين اللي بيسرقوا التيار الكهربائي زيهم زي دي سرقه زي اي سرقه. حرام يا جماعه، حرام دينيا، حرام، انت بتسرق. فالمهم جينا بقى في ابو تلات. انا تنبأت بقى قلت ايه، هو الشتاء هيبقى المره دي وبس؟ لا ده هيفضل على طول. فانا كل مره هقفل النور. رحت متفق مع العمال بتوعي وجبنا شبكه هوائيه ولغينا كل الارض ده خالص. بلاش بقى غرف التفتيش. لا ولا غرف التفتيش ولا الكابلات الارضيه خالص، موتناها. يعني شلنا المصدر، اصبحت ما فيهاش كهرباء خالص في اي حاجه. فاحنا عاملين شبكه هوائيه غذينا بيها كل الاعمده بتاعت ابو تلات، والشبكه منها حتى البرن بتاع الاضاءه اللي واللي عايز يسرق بقى يطلع بقى فوق. يطلع بقى ايه بس من الهوائي، يطلع فوق بقى يحط سلالم ولا يحط ايه بقى ويطلع بقى ايه 10 متر ونص.
كنا بنشوف زمان واحنا صغيرين وحاجين في الطريق الصحراوي ده، هل هي دي الهوائيه اللي هي، معلش ده سؤال مواطن عادي، اللي هي الكابلات اللي هي بتبقى عواميد كده وتبقى الحبال اللي هي زي الحبل الغسيل ده، هو ده السلك بتاعنا اللي العصافير ده معزول، ده معزول بتاع الكابل بتاعنا معزول، يعني انت لو طلعتي فوق مسكتيه بايديكي ما تتكهربيش. ما عشان كده بلاقي العصافير واقفين ما بيتكهربوش. لا الكابل المعزول خالص فيه عزل كويس. فعملنا الشبكه ديت مؤمنه تماما، وكمان حتى في التوصيلات بتاعتنا عملنا حاجه اسمها وصله ضغطه. الوصله الضغطه دي بتعزل اي سلك كان مجروح، بنعمله زي ايه يعني حاجه مطاط كده اهوت من هنا ومن هنا، ما فيش حاجه حتى لو مسي بايديكي ما تتكهربيش. وعملنا كل الوصلات دي. فلما جابوا تلات بقى الدنيا شتت. الناس طبعا الانوار بتاعتهم اللي هي بتاعت البيوت كلها اتفصلت. ايه الوحيد اللي منور؟ الاعمده بتاعتي. ليه؟ ما فيش مشاكل خالص. ده مهم قوي. انا ليه بقى؟ كان الاوضه بيفصلوا كل النور عن الناس عشان الكهرباء اللي بتاعت الارض. ده احنا وقتنا خلص بجد يا صفاء، يعني الحمد لله ان انا سالت كل اللي نفسي فيه. تحت امر سيادتك. باشمهندس انا سعيده جدا بهذا الحوار المثمر، اللي اعتقد ان انا بشكر المعده الاستاذه منيره ان هي فعلا ادتنا الفرصه ان احنا نلتقي مع سيادتك، لان حضرتك ادتنا الخطوط العريضه لمنظومه الكهرباء والاضاءه في الاسكندريه. ان شاء الله متفائل حضرتك؟ طبعا متفائل جدا ان شاء الله باذن الله. اسكندريه منوره، مش هتبقى منوره باهلها وبس، هتبقى منوره باعمده الكهرباء كمان. شكرا يا باشمهندس احمد الغمري رئيس قطاع الاضاءه العامه بالاسكندريه، شكرا يا فندم على هذا اللقاء المثمر، واحنا معاكم كشعب وكقوى عمل ان شاء الله باذن الله نشوف اسكندريه كلها منوره بالاعمده الكهربائيه وكمان باهلها. شكرا لكم والى اللقاء.